في الجزء الثالث والأخير من سلسلة كوماندو، كاران بيتكلف إنه يسافر للندن علشان يقبض على إرهابي خطير بيحضر لعملية تفجيرية في الهند، وبالتحديد في يوم عيد الهندوس. فيا ترى هينجح في مهمته ولا 5 مدن في بلاده هتتمسح من على الخريطة؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة، فيلا بينا. بيبدأ الفيلم بظرف فيه شريط فيديو مع مبلغ كبير بيوصل لمجموعة من الشباب الهنود، وكل الفيديوهات بيكون عليها تسجيل لشخص ملثم بيقول للشباب إنهم لازم يجاهدوا، وإنهم حتى لو ماتوا فهم كده كده عايشين في بلدهم ميتين بسبب الفقر والجوع، لكن لو انضموا للجماعة هياخدوا فلوس، وبيقول لهم إنها فقط مسألة بضع قطرات من الدم. وبننتقل لمدينة مومباي علشان نشوف شخص اسمه سوهان وهو رايح ل2 شباب من اللي اتبعت لهم شريط الفيديو، وهم راكيش وأميت. وسوهان ما بيدخلش عليهم بإيده فاضية، بل بيكون شايل عجل صغير وبيطلع سطور، وبيعرفهم إن أول مهمة هي ذبح العجل ده، والموضوع ما بيبقاش سهل لأنهم في حي كله هندوس، وذبح العجل ممكن يكون فيه موتهم. لكن راكيش بياخد السطور، وقبل ما بيذبح العجل الشرطة بتوصل وبتضرب عليهم نار، فال3 بيهربوا والشرطة بتطاردهم وبيقدروا يقبضوا على راكيش وأميت. أما سوهان فبيدخل بالناس بيسمعوا خطبة العيد وبيقف وسطهم وبيتظاهر إنه بيسمع الخطبة، لكن الضابط بيكون أذكى منه وبيدخل يدور عليه وبيقدر يعرفه لأنه هو الوحيد اللي بيبقى بينهج جامد جدا بسبب الجري اللي جريه وهو بيحاول يهرب. وبننتقل لأوضة التحقيق، وهناك الضابط بيعرض على أهالي ال3 باسبورات أولادهم، وساعتها الأهالي بيستغربوا لأن الصور بتكون صور ولادهم، لكن الاسم والديانة بيكونوا متغيرين. وهنا بنعرف إن راكيش وأميت ما هم إلا 2 من شباب الهندوس. وعامة الضباط بيفضلوا يضربوا في ال3 علشان يعترفوا على زعيمهم، لكن مفيش حد فيهم بيعترف، وال3 بيرددوا نفس الجملة إنها فقط مسألة بضع قطرات من الدم. وعلى الناحية التانية بنشوف الضابط تامبي بيقول للرئيس روي إنهم هاجموا بيت الشخص اللي بيطلع للشباب الباسبورات المزيفة، لكنه قدر يهرب منهم ولقوا عنده الباسبورات المزورة، ده غير مجموعة من التليفونات وكلها على صورة نفس الراجل الملثم، لكن مفيش حد قدر يعرف هو مين. وفي المجمل القائد بيقول له إن مهرجان نفرتاري وعيد الدوالي قربوا، وإنهم أكيد كانوا بيخططوا لعملية إرهابية في أي مناسبة هندوسية منهم، وبيعرفهم إنهم لازم يكلفوا ضابط اتعامل قبل كده مع الإرهابيين بمهمة تأمين الأماكن المقدسة. وعلى الناحية التانية بنشوف بنت في مدرسة دلهي الثانوية العامة بتصور فيديو بتقول فيه إن مقاتلين صالة سمرات الرياضية بيتحرشوا بيها هي وزميلاتها، ولما أبوها قدم شكوى للشرطة ضربوه، وعلشان كده بيفكروا إنهم ما يروحوش المدرسة تاني. ولما واحد من المقاتلين بيشوف الفيديو بيروح للبنت وبيحاول يتحرش بيها، وهنا كاران بيهاجمه، وبعدها بيدخل في قتال شرس مع كل المقاتلين. بيضرب الأول ضربة بتطيره متر لورا، وهوب بيضرب التاني والتالت، ولما بيتقطروا عليه بيمسك عصاية وبينزل فيهم فين يوجعك، فبيقع قصاده واحد ورا التاني. ولما بيتغلب عليهم كلهم بيقول لهم المقاتل لازم يكون شريف ويخدم الناس، فلو مش هتقدر تعمل كده يبقى على الأقل ما تأذيش الناس اللي المفروض إنك تحميهم. وعامة بيجيله اتصال من تامبي بيطلب منه فيه إنه يسافر لمومباي، وقبل ما يمشي البنات بيطلبوا منه إنهم يتصوروا معاه، فبيوافق وبياخد معاهم أحلى سيلفي. وبس يا سيدي، لما كاران بيوصل لمقر مكافحة الإرهاب بيعرف من رؤسائه إن ال3 اللي قبضوا عليهم مش عاوزين يعترفوا بوقت ومكان العملية الإرهابية اللي هينفذوها. فكاران بيقول للضابط أساليب التعذيب دي بقت قديمة، أنا عندي طريقة تانية هستخدمها معاهم. وبيروح لسوهان وبيديله الجيتار بتاعه وبيقول له زمان أبوك لما عرف إنك عاوز تشتري جيتار باع ساعته واشتراهولك، وبيطلب منه يعزف عليه زي زمان، فبيقول له العزف حرام وانا بطلته من زمان، فبيشغل له فيديو ليه لما كان بيعزف على الجيتار. وساعتها سوهان بيقول له مهما حاولت مش هعترف بأي حاجة، وبياخد الجيتار وبيكسره. وهنا كاران بينادي تامبي وبيخليه يعذب أبوه قدامه، فسوهان بيقول له كده كده أبويا هيموت يوم 11/9 وزعيمنا هيكتب اسم الله على خريطة الهند. فكاران بيسأله مين زعيمكم، فبيرفض يعترف وبيخبط دماغه في الحيط فبيقع ميت. وبعدها بنعرف إن أبو سوهان كان بيمثل إنه بيتعذب بالاتفاق مع كاران، ولما كاران بيروح له بيسأله قدرت تعرف منه حاجة، فبيقول له لأ. وبعدها بيعرفوا إن ابنه انتحر، فالراجل بينهار وبيقول له اوعدني إنك ما تخليش أي ابن تاني يتحول لإرهابي، فبيوعده. وعامة كاران بياخد معاه قوة وبيروح يفتشوا بيوت الشباب ال3
فبيقدروا يعرفوا إن سوهان زار موقع أكتر من مرة، وبعدها بقت توصله شرايط فيديو وفلوس، وكان بيقسمهم مع راكيش وأميت. وبعدها كران بيعرض الشريط للقائد روي وبيقول له إن الراجل اللي في الشرايط ده بكلامه بس بيقدر يخلي الهندوس يحولوا دياناتهم، ويا ريتهم بيبقوا على حق، ده للأسف بيحولهم لإرهابيين وبيسيطر عليهم لدرجة إنه خلى سوهان ينتحر علشان ما يعترفش عليه. وبيقدر كران بعدها يعرف نوع الكاميرا اللي شرايط الفيديو اتصورت بيها واللي ما بتتصنعش غير في لندن بس، وده غير إن سوهان كان كاتب على كل ظرف المبلغ وتاريخ إرساله ونوع العملة، وكل الفلوس كانت بالجنيه الاسترليني. وكل المعلومات دي بتثبت إن الراجل ده موجود في لندن. وبننتقل للندن، وهناك بنشوف شخص اسمه براك بيعمل العشاء وابنه أبير بيكون معاه. وأول ما سهيل بيدخل البيت بيتفاجئ بوجود براك، وساعتها براك بيقول له لقيتك ما بتردش على التليفون فقلت أجيلك وأحضر العشاء بنفسي. وهنا بيبان الخوف على سهيل وبيعتذر له لأنه كان السبب في كشف رجالتهم في الهند، وبيعرفوا إن في 2 من الضباط الهنود هيدوروا عليه في لندن، وبيقول له إنه ممكن يعرف عنهم كل حاجة ويبلغها له. ومن غير أي تفكير وبمنتهى البرود براك بيهاجمه وبيطعنه بالسكينة، وبيطلب من ابنه أبير ما يوديش وشه الناحية التانية. وعلى الناحية التانية بنشوف ألفن رئيس المخابرات البريطانية، وهو بيقول لعميلة بريطانية من أصل هندي اسمها مليكة إن المخابرات الهندية عندهم معلومات إن في عملية إرهابية هتحصل في الهند، وإن مدبر العملية موجود في لندن، وبيعرفها إن هي والعميل أخطر هيساعدوهم. وفي نفس الوقت كران بيستعد علشان يسافر لبريطانيا، ووقتها روي بيقول له إنه عارف من سوهان إن العملية هتكون يوم 11/9 وعيد الهندوس يوم 11/9، وده معناه إن قدامهم 33 يوم بس قبل ميعاد الهجوم. وعامة كران بيوعده إنه هيمنع الهجوم ده حتى لو كانت حياته هي التمن. وفي نفس الوقت بنشوف أبير وهو مع أمه زهيرة اللي بتحاول تطمنه وبتقوله إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلشان كده هتتصل بالبوليس وتبلغوا عن براك. وفي اللحظة دي بتشوف براك قصادها، فبيقول لها إنها بتشوف ابنها 2 ساعات كل أسبوع، لكن لو بلغت عنه مش هتشوفه تاني، فبتخاف وبتقرر إنها ما تتكلمش. وعلى الناحية التانية بيكون كران في الطيارة اللي رايحة للندن، ووقتها بهفانا بتروح تقعد جنبه. ولو شفتوا ملخص الجزء التاني هتعرفوا إن بهفانا كانت شريكة كران في مهمته اللي رجع فيها فلوس غسيل الأموال للمزارعين في الهند. المهم إن بهفانا بتقوله إنها هتبقى شريكته في المهمة، ولما بيسألها إزاي يخلوا شرطية فاسدة تكون جزء من المهمة بتعرفوا إن هي اللي ادت لهم بيانات سهيل اللي زور الباسبورات للإرهابيين في الهند. ده غير إنها اتمرنت كويس الفترة اللي فاتت على مكافحة الإرهاب وأثبتت جدارتها، وكمان بطلت تاخد رشاوي، وعلشان كده القائد كلفها بالمهمة دي. وعلى الناحية التانية بنشوف براك وهو في بيت في منطقة مجهولة في الريف الإنجليزي، وهناك بيعرف الأمير مؤمن إن الشحنة طلعت من اليمن وإنها تتسلم على حدود الهند في خلال يومين. وساعتها الأمير بيقول له إن 3 من الشباب اتمسكوا في مومباي، فبيعرفوا إن وكالة الاستخبارات وتنظيم الإرهاب ادولهم 120 مليون دولار ومولوه ب20 مليون دولار منهم المهمة اللي هينفذوها في الهند، وبيفهموا إن العملية دي لو فشلت باكستان هتوقف تمويلها ليهم. وهنا واحد من الجماعة بيقول له لو العملية دي فشلت هيبقى بسببك انت. وكالعادة وبدون اي تفكير براك بيضرب الشخص اللي عرضه بالنار، وبيقول لأفراد الجماعة الموضوع بالنسبة لكم بيزنس مش أكتر، لكن بالنسبة لي فأنا بنفذ الشرع، وعشان كده المهمة دي لازم تنجح، واللي هيشكك فيا تاني هقتله. وفي المجمل كران وبهفانا بيوصلوا للمطار، وبعدها مليكة بتاخدهم على البيت الآمن، وهناك بيقابلوا العميل أخطار. وفي نفس الوقت براك بيوصل للمطعم بتاعه وبينزل للمقر السري، وهناك بيطلب من 2 من رجالته إنهم يعملوا بحث عن الهنود اللي وصلوا لندن بعد القبض على رجالتهم في الهند علشان يحددوا هوية ال2 الضباط اللي وصلوا لندن علشان يقتلوه. فبيقدروا يوصلوا لأنهم 123. ووقتها براك بيقول لهم إنهم لازم يلاقوهم ويخلصوا عليهم. أما كران وفريقه فبيحاولوا يوصلوا لبراك، وطبعا ما بيبقوش عارفين شكله ولا اسمه ولا أي حاجة عنه، فبيدوروا في قاعدة البيانات عن المهاجرين الهنود والباكستانيين اللي سبق علقوا تعليقات عنصرية على مواقع التواصل أو اللي اتقبض عليهم بسبب مواقف عنصرية، فبيقدروا يحصروا
قايمة فيها 675 شخص، وبيبدأوا يقسموا نفسهم وبيراقبوهم كلهم، وما بيبقاش فاضل قدامهم غير 30 يوم على ميعاد تنفيذ الهجوم. وبس يا سيدي، براق بيقول لرجالته إن الحاجة الوحيدة اللي بتربط بينهم وبين شحنة الأسلحة اللي بعتوها للهند هو شخص اسمه زيتون، وبنشوف إن الشحنة ما هي إلا أسلحة من شكل ولون بتتجهز في مأرب في اليمن علشان تتشحن لحدود الهند، ووقتها بيبقى فاضل على الهجوم 28 يوم. وبراق بيدي أوامره لرجالته إنهم يبلغوا الزيتون إنه ياخد باله كويس وما يسمحش لأي ضابط هندي إنه يقبض عليه. وفي نفس الوقت القائد بيبلغ قران إنهم عرفوا إن سهيل اللي زور الباسبورات ليه صلة بلندن، ولما بيشوفوا صورته مليكة بتقول لهم إنها فحصت جثته ولقت عليها شعرة حمضها النووي مش مطابق معاه، فعرفوا إنها شعرة القاتل، لكن ما قدروش يوصلوا له. وهنا قران بيقول لها تطابق الحمض النووي مع كل المشتبه فيهم. وفي نفس الوقت واحد من رجالة براق بيديله معلومات عن ال5 ضباط الهنود اللي ما قدروش يوصلوا لأماكنهم في لندن. وبعدها بنشوف قران وهو على الجهة المقابلة لبيت زهيرة، والمكان ده زهيرة بتبيع فيه ورد وابنها بيكون موجود معاها، وساعتها قران بيطلب منها بوكيه ورد. وعامة قران بيلاحظ إن أمبير خاف لما سمع صوت إزازة جنبه اتكسرت. وفي نفس الوقت بيشوف زيتون وهو خارج من بيت زهيرة بعد ما وصل لها لحمة بكمية كبيرة. وأول ما زيتون بيشوف قران بيسرق موتوسيكل وبيهرب بيه، فقران هو كمان بياخد موتوسيكل من الشارع وبيطارد زيتون، لكن زيتون بيعمل حادثة وبيموت. وفي البيت الآمن القائد روي بيبلغ قران إن لو مدنيين تاني ماتوا في المهمة الاستخبارات البريطانية هتنسحب من القضية. فقران بيقول له إن زيتون مات في حادثة وهو ملهوش علاقة بموت. وعامة القائد بيعرفه إن باقي أيام قليلة على ميعاد الهجوم. وعلى الناحية التانية براق بيسأل واحد من رجالته إذا كان زيتون أكد وصول السلاح للهند، فبيقول له لأ. وفي نفس الوقت قران بيقول لفريقه إن زيتون جري أول ما شافه، وده معناه إنه في ضباط هنود بيدوروا عليه. وساعتها أخطر متخصص الهاكر بيقول لهم إنه كشف على تليفون زيتون اللي لقوه معاه، لكن كل البيانات وسجلات الاتصال كانت ممسوحة. فبهنا بتقول له لأن تليفون زيتون من النوع الحاذف، وهنا بنعرف إن العصابات بيستخدموا تليفونات بتمسح كل الداتا اللي على التليفون بشكل يومي. وفي المجمل أخطر بيقول لهم إن الحل الوحيد إن زعيم العصابة يتصل بزيتون، ساعتها هيقدروا يحددوا مكانه. وهنا براق بيتصل على تليفون زيتون، فقران بيرد عليه، ولما براق بيحس إن اللي على الخط مش زيتون ما بيتكلمش، فقران بيقول له أنا رايح لبيت زيتون وعاوز أقابلك هناك. فبراق بيطلب من رجالته إنهم يحرقوا شقة زيتون. وفي المجمل قران وفريقه بيروحوا للشارع اللي فيه بيت زيتون، وساعتها رجالة براق بيقطعوا عليهم الطريق وبتقوم عركة، وقران بيضرب بالجوز 2 من يمينه و2 من شماله، والبنتين كل واحدة فيهم بتاخد لها واحد بتطحنه. ولما قران بيشوف 2 معاهم جراكن بنزين وطالعين لشقة زيتون بيطلع وراهم، بس على ما بيحصلهم بيكونوا ولعوا في الشقة والشقة بتنفجر وقران بينط من الشباك. ولما بيرجعوا للبيت الآمن بتتذاع على التلفزيون اللقطة اللي قران كان بينط فيها من شباك بيت زيتون بعد ما ولع على التلفزيون. والمذيعة بتقول إن بهفانة علقت على الفيديو على تويتر وقالت إنهم ضباط هنود في مهمة رسمية في لندن. وطبعا الكلام ده ما بيعجبش مليكة وبتتنرفز عليها وبتقول لها إزاي تكشفي نفسك بالشكل ده. وقتها أخطر بيقول لهم إنهم كانوا المفروض يستنوا الدعم، فقران بيتعصب عليه وبيقول له إن باقي كام يوم ومئات من شعبه هيموتوا لو ما تصرفوش بسرعة. وبس يا سيدي، براق بيتفاجئ بفيديو بيتعرض على التلفزيون لقران بيقول له فيه إنه ضابط في قوة مكافحة الإرهاب الهندية، وإنه عرف شخصية الإرهابي اللي هينفذ عملية إرهابية في الهند وهيروح له مطعمه. وهنا براق بيتنرفز على رجالته وبيقول لهم سيبوني لوحدي. أما قران فبيقول لفريقه إنه لما شاف زيتون بيورد اللحمة لبيت زهيرة عمل تحرياته وقدر يعرف إنه كان بيورد اللحمة ل7 مطاعم صحابها هنود وباكستانيين، وبعدها بيعرفهم إنه بيراقب ال7 مطاعم بكاميرات مراقبة، واللي هيلاقي قدامه حرس أكتر يبقى مطعم الإرهابي اللي بيدوروا عليه. ولما أخطر بيعرض عليه صورة عيلة أصحاب المطاعم، قران بيشوف زهيرة وبيعرف إنها طليقة المشتبه بيه الرابع براق، فبيتأكد إن هو الإرهابي المطلوب. وأخطر بيقدر يعرف إن براق عنده 34 سنة وإنه اتولد في تشيلسي ومطلق مراته
وعنده ابن عمره 10 سنين في حضانته وهو نقطة ضعفه الوحيدة، وابنه بيدرس في مدرسة اسمها هامبستد في لندن. وعلى الجهة التانية براك بيستعد علشان يصور فيديو بيغطي وشه وبيلبس عدسات ملونة وبيلزق على رقبته في مكان الأحبال الصوتية شريحة بتغير الصوت، وبعدها بيصور فيديو بيقول فيه لأتباعه إن عملية التفجير هتحصل في عيد الديوالي. وفي نفس الوقت بنشوف أتباعه في الهند وهما بيدخلوا شحنة السلاح عن طريق الحدود. وعامة أخطر بيطابق الشعرة اللي لقوها على جثة سهيل بالحمض النووي لبراك، فبيحصل تطابق، وبكده بيتأكدوا إن براك هو اللي قتل سهيل وإن هو الإرهابي المطلوب. وبس يا سيدي، بهفانة ومليكة بيروحوا البيت براك فما بيلاقوش ليه أي أثر، وكران بيروح له المطعم، وقبل ما بيدخل براك بيشوفه فبيخرج من الباب التاني للمطعم. وهنا كران بيفتكر ان ابنه هو نقطة ضعف فبيروح بسرعة لمدرسة أنبير. وفي نفس الوقت براك بيوصل للمدرسة فبيلاقي كران قدامه، وساعتها بيكلمه على تليفون زيتون اللي قدامه وبيقول له ما تتجرأش انك تدخل بيتي وتأذي ابني. فكران بيقول له وانت ما تتجرأش انك تدخل بلدي وتأذي اهلي. فبراك بيعدي الناحية التانية وبيروح ناحية كران وهو بيقول له بلدك دي أنا هدمرها. وفي نص الطريق بتعدي عربية قدام براك وبعدها بيختفي. ولما بيوصل لمقر الجماعة شخص اسمه مؤمن بيقول له انسى ابنك واعتبره تضحية في سبيل القضية. فبراك بيتعصب عليه وبيقول له ابني ملوش علاقة باللي احنا بنعمله، وحتى لو كانوا قدروا يوصلوا ليا فالعملية هتتم في ميعادها. وعلى الجانب الآخر القائد بيخلي الشخص يروح لأميت وراكيش السجن، وأول ما بيشوفهم بيقول لهم السلام عليكم فبيردوا التحية. وهنا الشخص ده بيقول لهم إن ربنا فرض علينا إن تحيتنا تكون السلام لأن ده جوهر الدين بتاعنا. اللي بيرفض العنف. وفي نفس الوقت الشباب اللي براك بعت لهم الفيديوهات في الهند بيتفرجوا على الفيديو وبيعرفوا منه تفاصيل خطة التفجيرات اللي هتحصل يوم عيد الهندوس ديوالي، وبيطلب منهم يوم العيد ده يخرجوا من بيوتهم الساعة 6، وفي التوقيت ده في الاحتفال الهندوس بيحرقوا تمثال بيعتقدوا انه الشيطان. وبراك بيقول لهم في نفس الوقت اللي هم يحرقوا فيه التمثال انتوا هتفتحوا عليهم النار وهتحرقوهم. وهنا كلهم بيظبطوا ساعتهم على الساعة 6 في ميعاد تنفيذ العملية بعد 3 أيام. وبنرجع تاني لبراك اللي بيقول للأمير مؤمن إن بعد التفجيرات الحكومة الهندية هيعذبوا آلاف المسلمين في السجون، ودول هينضموا بعد كده للجماعة علشان ينتقموا للي حصل لهم في السجون. وهنا واحد من رجالة مؤمن بيفتح التلفزيون، وقتها براك بيشوف ابنه ومراته في مؤتمر صحفي، وساعتها الصحفيين بيسألوا زهيرة عن جوزها فبتقول لهم إنها متأكدة إن هو الإرهابي اللي بيدوروا عليه. ولما بيسألوا أبير إذا كان شاف أبوه وهو بيقتل حد، الولد بيكون خايف جدا لدرجة إنه بيعمل حمام على نفسه وبيقول لهم أيوة. وعامة كران بيقول لهم إن زهيرة وأبير هيرجعوا الهند وأبير هيدرس هناك وهيبقى واحد من الضباط اللي هيقبضوا على الإرهابيين اللي زي أبوه. وهنا براك بيتعصب بيقول إن طارة بقى مع كران، وفي المجمل زهيرة وابنها بيكونوا مع كران في البيت الآمن للمخابرات البريطانية. وساعتها براك بيتصل بزهيرة وبيطلب منها تديله ابنه فبتنفذ اللي طلبه منها. ولما براك بيكلم ابنه بيبرر اللي عمله وبيقول له ان في ديننا لازم يضحي علشان القضية بتاعتنا. وهنا الولد بيقول له انه عاوز يكون متدين زي امه مش زيه. وتاني يوم الصبح بتكون زهيرة وابنها مع كران وفريقه في طريقهم للمطار، لكن رجالة براك بيقطعوا عليهم الطريق وبيضربوا عليهم نار، وبيتبادل كران وفريقه ضرب النار معاهم، لكنهم في النهاية بيقدروا يخطفوا زهيرة وابنها. وفي نفس الوقت براك بيسلم نفسه للاستخبارات البريطانية علشان يثبت ان مش هو اللي خطفهم. ولما كران بيرجع لمركز الاستخبارات بيطلب من ألفين رئيس الجهاز انه يسيبه مع براك فبيوافق وبيقول له معك 20 دقيقة وحاول تسيطر على أعصابك. وأول ما كران بيدخل قاعة التحقيق بيسأله عن مكان زهيرة وأبير وبيحاول يعرف منه أي معلومات عن التفجيرات، لكنه بيرفض يتكلم وبيتحداه وبيقول له أنا هخرج من هنا في خلال 3 ساعات. وطبعا كلامه ده بيخلي كران يفقد أعصابه وبيتنرفز عليه وبيمسكه من رقبته وبيرفعه من على الأرض. فألفين ورجالته بيتدخلوا وبيخرجوا كران من قاعة التحقيق. وبعدها ألفين بيتكلم معاه قدام روي وبيقول له إنه طلب منه يمسك أعصابه. وعامة ألفين بيبلغ كران إنه هيفرج عن براك، فكران بيتعصب وبيقول له إن براك
بيخطط لعملية إرهابية هتحصل في الهند، فألفين بيفهمه إن الاستخبارات العسكرية هي اللي هتحقق في الحوار ده. وفي اللحظة دي كاران بيتعصب أكتر وبياخد مسدس ألفين وبيهدده بيه، وهنا الوضع كله بيتوتر، وبهافانا بترفع سلاحها على مليكة اللي هي كمان بترفع سلاحها على كاران. وطبعا روي بيكون شايف اللي بيحصل، فبيأمر كاران إنه ينزل سلاحه، فبينفذ الأمر. وبس يا سيدي، ألفين بيقول للروي لولا إنك صاحبي كنت حبست كاران على اللي عمله، وبيطلب من كاران وسوهانا إنهم يسيبوا البلد ويرجعوا للهند في خلال 24 ساعة. عامة براك بيخرج في حراسة البريطانيين قدام كاران، وهو في العربية معاهم بيطلب منهم يقفوا عند الجامع علشان يصلي، فبيوافق. وهناك بيكون واحد لابس زيه مستنيه وبيقف يصلي مكانه، وهو بيروح لمراته وابنه وبيقتل مراته قدام ابنه، وطبعا الولد بينهار. وبعدها براك بياخد بعضه وبيرجع بمنتهى الهدوء للجامع، وبيخرج للبريطانيين وبيركب العربية معاهم وبيمشوا. وبعدها بيتم اكتشاف جثة زهير، فكاران وفريقه بيروحوا هناك. وفي نفس الوقت رجالة الاستخبارات البريطانية بيوصلوا براك للبيت الآمن. وفي الوقت ده مليكة وأخطر بيقرروا إنهم يساعدوا كاران، ومليكة بتقوله إن براك عمل صفقة مع الاستخبارات البريطانية وقال لهم على أسامي وأماكن اللي فجروا مترو لندن في مقابل إنهم يحموه. فكاران بيتصل بروي وبيطلب منه يخرجه من بريطانيا، وبيقوله إنه مش هيخرج من البلد غير وبراك معاه. فروي بيعمل اجتماع وبيقول للعملاء بتوعه إنهم لازم يلاقوا طريقة يخرجوا بيها كاران من بريطانيا. وفي نفس الوقت فريق كاران بيقدروا يحددوا مكان براك وبيستعدوا علشان يقبضوا عليه. وعامة مليكة وبهافانا بيدخلوا للبيت الآمن، وفي نفس الوقت كاران بيضرب نار على الحرس وبيدخل معاهم في قتال شرس وبيقدر يتغلب عليهم. أما بهافانا ومليكة فبيكونوا دخلوا للبيت، وساعتها باقي الحرس بيهاجموهم، ومع إنهم بنات لكنهم بيكونوا متدربين تدريب عالي جدا، ومش بس بيقدروا يدافعوا عن نفسهم، دول كمان بيقدروا يتغلبوا على اللي باقي من الحرس. وبيلاقوا أبير وبيعرفوه إنهم هيسفروه لبلده. وعلى الناحية التانية كاران بيقدر يوصل لبراك وبيحقنه بمخدر وبيشيله، وقبل ما بيخرج روي بيتصل بيه وبيعرفوا إن في سفينة هندية هترجعهم للهند، وبيقوله إن الهليكوبتر هتستناه في المكان اللي اتفقوا عليه. وفي المجمل كاران بيرمي براك في العربية، ولما عربيات قوات الاستخبارات البريطانية بيطاردوه بيحاول يهرب منهم لحد ما الهليكوبتر بتقرب من عربية كاران، فكاران بيربط براك بحزام الأمان، وبعدها بيطلع من العربية وبيمسك في الحبل اللي نازل من الهليكوبتر. وساعتها الهليكوبتر بتبعد عن المكان وبينزلوهم على السفينة الهندية في وسط البحر. وعامة كاران بيتفاجئ إن منبه ساعة براك بيرن، وبيكتشف إن التوقيت على الساعة هو التوقيت الهندي، فبيعرف إن العملية هتتنفذ النهاردة. وفي نفس الوقت المنبه في ساعات اللي هيقوموا بتنفيذ المهمة بيرن، فبيستعدوا لتنفيذ المهمة. وعلى الجانب الآخر كاران بيلف الحبل حوالين رقبة براك وبيحقنه في رقبته فبيستعيد وعيه. وبس يا سيدي، كاران بيستفزه في الكلام لحد ما بيقوله إن اسم الله هيتكتب على خريطة الهند كلها. وهنا كاران بيقدر يعرف إن المدن اللي هتتضرب هي المدن اللي حروفها بتبتدي بحروف كلمة الله، وتحديدا اللي المسلمين اتعرضوا فيها للتفرقة العنصرية، وبيبلغ روي بيهم. وبعدها بيصور فيديو بيكلم فيه الهنود وبيعرفهم فيه إن كلهم هنود، وإن المسلمين والهندوس لازم يتحدوا ويواجهوا الإرهاب مع بعض. وفي المجمل بيبعت الفيديو لغرفة العمليات في الهند وبيطلب منهم ينشروا الفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ولما المسلمين بيشوفوه بيقرروا انهم يدافعوا عن الهندوس وبيروحوا بنفسهم للأماكن اللي فيها عيد الهندوس. وفي نفس الوقت الإرهابيين بيوصلوا لمكان مراسم احتفال الهندوس، فالمسلمين بيقطعوا عليهم الطريق، وبعدها بتوصل قوات الشرطة وبيقدروا يقبضوا على كل الإرهابيين. وفي اللحظة دي كاران بيكون ثبت قنبلة على جسم براك وبيزقه في البحر، وقبل ما بيوصل للمية جسمه بينفجر في الجو. وعلى الجانب الآخر بنشوف المسلمين وهم بيشاركوا الهندوس احتفالاتهم. وهنا بيخلص الفيلم وبتخلص معاه سلسلة كوماندو اللي لخصناها لكم كلها. أتمنى تكون عجبتكم، واستنونا في ملخص فيلم جديد. وبس كده، سلام.